السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناه مطبخ سيداتي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد التحليه اللي سهله، مكونات جد بسيطه كتوجد معنا بسرعه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. بقاو معايا باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. بالنسبه لاول طبقه، انا هنا خديت هذا البسكوي هذا اللي فيه الشوكولا. يعني هذا البسكوي راه كيتباع بدرهم. خديت هنايا 6 ديال العلب، يعني على حساب المول اللي غادي ديروا، واش كبير ولا صغير. انا عندي المول ما كبيرش بزاف. خديت 6 ديال العلب ديال هذا البسكوي، راه كيدير درهم في عند البقال. كناخذ هذا البسكوي هذا كنحيدو كنديرو في واحد الاناء يعني كامل. كنحاول انني نطحنو مزيان، يعني ما طحنوش حتى يولي يعني حتى يولي بودره، يعني خليوه شي شويه مهرمش. انا غادي نخوي هذا البسكوي في هذا الاناء هذا، وغادي ندوز باش نطحنو ونرجع معكم. كيف انكم ممكن انكم هذا البسكوي تبدلوه باي بسكوي بغيتو، يعني بسكوي بلا شكلاط. نوعيه ديال البسكوي كتبقى اختياريه، ولكن صراحه هذا البسكوي هذا جا زوين، جا المذاق ديالو زوين بزاف. كي كتشوفوا من بعد ما طحنت البسكويت ديالي، كي كتشوفوا راه يعني ماشي بودره كاع، باقي شي شويه شي حبيبات مهرمشين. هنا ضفت له واحد 3 ديال المعالق ديال الزبده كبارين اللي ذوبتهم، وغنحاول نخلط مزيان هاد المكونات هادو. يعني كتقلبوا بيديكم ولا الا بدا كيتجمع لكم يعني صافي. انا درت غير 3 ديال المعلقات كبار ديال الزبده، غنوضعهم في هذا الصحن هذا اللي وضعت فيه هذا الاطار هذا. كي كتشوفوا انا الاطار ما عنديش كبير بزاف. غنحاول نقد هذا البسكوي مزيان وغنضغط عليه مزيان مزيان باش كيشد الفورمه ديال الاطار، وكذلك وكيتجمع ليا. كتشوفوا يعني حاولوا تضغطوا مزيان حتى كتقادوه مزيان وكيتجمع. من بعد غادي ندوز باش نوجد الطبقه الثالثه اللي كنحتاج ليها. عندي 500 مليلتر ديال الحليب، نصف لتر. عندي 3 المعالق كبار ديال سكر حبيبات، وعندي فلون كراميل. غير غنخلطهم مزيان هاد المكونات على البارد حتى ما يبقاو لياش دوك الحبيبات ديال السكر حبيبات وديال الفلون، وعاد نوضعهم على النار حتى يغلاو ليا. دابا غنشعل عليه النار وغنخليه. بالنسبه لهاد الطبقه غادي نزيد لها. عندي هنا علبه ديال البسكوي ديال درهم ديال هيرنيس عادي. عندي هنا دانون طبيعي، وعندي هنا جوج ديال الجبن مثلث. اللي كيتوفر على جبن كيري يستعمل جبن كيري. انا هادشي اللي كان تيتوفر عندي في المنزل درتو. غناخذ الكاس الخلاط الكهربائي، غنوضع فيه داك البسكوي اللي عندي، يعني علبه ديال درهم، وغنضيف له دوك جوج ديال جبن المربع مثلث. كي قلت لكم انا عاده كندير فيها جبن مربع يعني كيري. هاد النهار ما عنديش كيري، درت هذا الجبن المثلث يعني اللي كتوفروا عليه ديروه. من بعد غادي نضيف داك الكاس ديال دانون طبيعي، دانون مسوس، وغندير نصب عليه داك الخليط اللي درت فوق النار من بعد ما غلا ليا. وغنطحن هاد المكونات مزيان مزيان حتى ينسجموا ليا، وتا داك الهيرنيس اللي عندي ما كيبقاش التكتلات ديالو، يعني كيتطحن مزيان وكينسجموا ليا مزيان هاد العناصر. من بعد كنجيب داك الطبقه الاولى اللي درت ديال البسكوي، وغنخوي عليها هاد الخليط ديال الفلون والبسكوي كامل، وغنخليها حتى تولي بحراره المطبخ. من بعد غنوضعها في الثلاجه تبرد لي واحد شويه. ونوجد الطبقه الثالثه. عندي كاس ديال الماء، كاس الماء عادي. عندي معلقه ديال سكر حبيبات، وعندي فلون ديال الشينوا. كتشوفوا هذا كيدير درهم في الحانوت ولا درهم ونص. عندي فلون ديال الشينوا غادي نضيفو، وكذلك غادي نضيف عندي واحد الفلون ديال الشكلاط. كنضيف غير نصف ملعقه، يعني كنتو غادي تشوفوا الكميه اللي غادي نضيف، يعني تمن ملعقه صغيره ديال الفلون ديال الشكلاط. كيف ممكن هذا الفلون هذا نعوضوه بملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، اولا ملعقه صغيره ديال الكاكاو اللي كتوفروا عليه. انا درت الفلون غنخلطهم مزيان تنسجموا ليا مزيان مزيان. عاد نوضعهم على النار، يعني خلطوهم مزيان عاد وضعوهم على النار تيحيدوا دوك التكتلات ديال الفلون وكيذوب معنا داك السكر حبيبات. عاد نوضعوهم على النار. هنا من بعد ما جدت لي الطبقه الثانيه، غادي نجيب هذا البسكوي نفسه اللي درت في وسط درتو كطبقه اولى. غادي نحاول ندير كنقسمو على جوج، وكندير وحدات هكا للتزيين فقط. وكنجيب هاد الطبقه الثالثه اللي حضرت، وغادي نخويها على داك البسكوي
ونديرها في الثلاجه، يعني على الاقل خليوها 3 ديال الساعات كتشد راسها مزيان. وهذا هو الشكل ديالها كي كتشوفوا. الصراحه كتجي بنينه بزاف وسهله وبسيطه، وحتى المنظر ديالها زوين بزاف. كنتمنى انها تنال اعجابكم، يعني كتحليه ونبردوا بها في هذا الصيف هذا. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.